صرنا انا عندي current URL segments اللي هو product/1 زي ما احنا قلنا، بيجي يدور فيه بيعمل كده current segments دوت سلايس، بيقطع من اول من عند الصفر تمام قد ايه بطول الاري اللي هو عايز يقارنها. مثلا ده في حاله لو كان ايه الباص فاضي، اري فاضيه، فهي دوت لينس 0، فكانه هيقول سلايس 0 دوت 0. طيب لو كان مثلا الاري عباره عن واحد تمام، الاري واحد بس، هيعمل ايه؟ هيجي يقطع، تبقى عباره لو مثلا لو جينا في الباص ده تبقى الاري عباره عن برودكت، فهتبقى واحد، فيجي يقطع من 0 ل 1، فيقطع مين؟ البرودكت بس. يعني مثلا لو جيت عملت كده هتلاقيه قطع ايه؟ البرودكت بس. ده معنى كلمه بريفكس، ان انا بقطع من الاري بتاعه الكرنت يو ار ال عناصر بحجم الاري بتاعه الباص، بعد كده يبدا يقارن. لما اجي اقطع سلايس بتاعه الباص الفاضي هلاقيها دايما بتطلع باري فاضيه برضه. فده معناه ايه؟ ده معناه لو انت جيت هنا شفت اوكي، ده معناه ان الباص الفاضي هيماتش مع اي باص ايا كان هو ايه. فخلاص تيجي تقارن تقول انا الباص عندي سترنج فاضيه، لما قطعت من الاري بتاعه الكرنت يو ار ال طلعت سترنج فاضيه، فاذا هما الاثنين زي بعض متساويين، يبقى اذا خلاص كده تمام، يبقى انا كده ايه الباص الفاضي بيماتش معايا. فده مع دي ايه مشكله هنشوفها، هنشوف ليه دي بتعمل مشكله في الريدايركت تول. بس هو هنا بالرغم ان هو لقي ده ماتشنج، بس عندي برده برودكت واحد والاثنين لسه لازم يماتشوا مع حاجه، فبالتالي بيجي يخش يشوف هل الباص الفاضي ده فيه تشيلدرن ولا لا. مفيش تشيلدرن يبقى هيعديه برغم ان هو ماتشنج، بس ايه ما كملش باقي السيجمنتس. هيجي بعد كده هنا هيشوف البرودكت، هيقطع زي ما قلنا اول حته هيلاقيها برودكت وبرودكت، فهيبقى يقول لك اوكي خلاص ده معانا. هيجي يتبقى عندي واحد، هيجي يشوف في التشيلدرن هيلاقي فيه مثلا عندي الاي دي، فهو ده تمام، هيفتح معاك ايه برودكت واحد. طيب ده ايه اللي بيحصل في العادي؟